السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء العسل. تخيل كده يا عزيزي، انت صحيت الصبح من النوم وما لقيتش ولا دبانة موجودة في العالم. ايه اللي يحصل؟ وايه علاقة الدبان بالكاكاو؟ معاكم بشرى ابو سعود، كلمتين في حكاية. يلا بينا. من اكتر الحشرات اللي الناس بتكرهها في حياتها هي الدبان. حاجة معروفة، موجودة في كل مكان، بتاكل أطعمة وبتاكل قذرات وبتاكل فضلات. يا عزيزي، حياتها قصيرة جدا. يعني أنت تتوقع إن ممكن يكون الدبان مثلا تعيش سنة أو اتنين أو تلاتة؟ لا، الدبان حياته بتتراوح من 20 ل 25 يوم. فبيكرس كل حياته في إن هو يزود النسل بتاعه. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الدبانة الواحدة في اليوم أو في خلال يومين ممكن تبيض من حوالي 100 ل 150 بيضة. فهو شغل الشاغل كله ان هو عايز يكتر النسل بتاعه. عنده مناعه قويه جدا لدرجه ان هو بيتغذى على الافرازات بتاعت الكائنات الحيه برضه، بس ليه فضل كبير ان هو بياكل البكتيريا والجراثيم اللي هو بيحيد منها. اللي احنا طبعا لو احنا كنا حاولنا ان احنا ندور على بديل صناعي هتبقى مكلف جدا، وبرضه مش هيبقى بنفس الفايده بتاعت الدبان. يعتبر بيحتل المركز الثاني بعد النحل في تلقيح النباتات والزهور. الدبان برضه خلي بالك يعتبر برضه مكمل غذائي لبعض الزواحف، العناكب، الطيور، بعض برضه الاسماك يعتبر مكمل غذائي ليه. فالدور ان ممكن نفتقد حوالي ما يجيش عن حوالي 700 نوع من الطيور، وبرضه حوالي ممكن نفتقد لحوالي ممكن 8000 او 9000 نوع من النباتات. زي ما انا قلت في بدايه الفيديو، ايه العلاقه بين الدبان والكاكاو؟ حضرتك دلوقتي هو الملقح الوحيد لزهره الكاكاو. يعتبر الدبان هو الملقح الوحيد اللي بزهره الكاكاو، ان هي زهره اصلا معقده جدا. فهو الدبان هو الملقح الوحيد لزهره الكاكاو. طبعا مفيش كاكاو، مفيش شوكولاته، مفيش صناعه شوكولاته عموما. وصناعه الشوكولاته تعتبر راس مالها او يعتبر الدخل بتاعها بصفه جيد جدا بالنسبه للعالم. تخطى حوالي 115 بليون دولار سنويا اللي هي صناعه الشوكولاته. فيعتبر الدبان في حياتنا يعني مفيد جدا. برضه في دراسات حاليا ان هو بيحاولوا او تقريبا بنسبه كبيره ان هم بدأوا يعملوا اعلاف للطيور للدواجن والحيوانات. طبعا برضه هيحد لما يصنعوا منها اعلاف للطيور والماشيه، طبعا بيقل من المساحه الزراعيه اللي بتنزرع عشان اعلاف الحيوانات. في خلال 20 يوم ممكن الدبانه الواحده حوالي تعملها 1000 او 1500 دبانه زي. ف مش هتقدر عليه يعني. عموما لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك اللي بتيجي، مشترك الظريف. سلام.